بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. الفيديو ده علشان إزاي نعرف نستلم السلم الطاير أو السلم الحر أو السلم اللي ملوش ترابزين من الناحية التانية، whatever أي كان الاسم اللي نختاره علشان نسمي السلم اللي ترابزينه حديد أو نص طوب أو معدن أو ستانلس، whatever اللي احنا هنختاره. برضو هنا السلم 3 ادوار، مفيهوش اي حاجة. الخرسانة في بعض درجات ممكن تكون عالية شوية، ممكن ترهب اي صنايعي يكون مهزوز مثلا ما عندوش حلول كتير وهو شغال. بس السلم نفسه كسلم سلم عادي جدا، مفيهوش اي حاجة. في بعض درجات مش عريضة قوي، معوضها درجات تانية عريضة. سبحان الله. هنا كان الراجل بتاع السيراميك خلص، هنا كان الشيخ سامح بيصور وبيقول الحاجات المطلوبة. كان لسه الرخام ما جاش. جبنا الرخام بفضل ربنا وفق الشيخ سامح وراح جابه من شقة تعبان. وبقى ظهرت الحاجات العجيبة اللي انا شفتها بعد كده. وهو بقى اخر اول ما حس ان في حاجة مش مظبوطة راح مكلمني، وزي ما الفيديو الاولاني كده شرحت فيه ومش عايز الكلام تاني. بس اللي انا بتكلم فيه ان الفيديو ده توضيحي ازاي استلم السلم الحر، السلم اللي مفهوش ترابزين الناحية التانية اذا كانت في اليمين او في الشمال. الشيخ سامح بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عليه ويزيده ويبارك له ويديله من الارض للسماء. راجل كريم، راجل محترم، راجل لو قعدت اوصف فيه سبحان الله. ربنا بيكرمنا بناس 10/10، ناس 1000 على حد قوله. بجد راجل محترم جدا، راجل كريم جدا، مش بيستخسر حاجة ولا في الشغل ولا في أي حد. شوية السيراميك اللي محطوطين دول في الحيطان بسم الله ما شاء الله كمية، ربنا يوسع عليه كمان وكمان. بس خامة نظيفة، خامة 10/10. أقل حاجة بقى إن الواحد كل حاجه زي ما هي بقى في بره سهله. المسؤولية دي طبعا المصيبة اللي كانت موجودة وبعتها شفتها بقى، نشرتها في الفيديو اللي قبل ده لما رحت انا بقى اعاين يوم الخميس اللي قبل اللي فات تقريبا من 3 اسابيع. رحت انا عينت وقلت له خلاص هنعمل اللازم، هنعمل كذا، هنخلي كذا، هنسوي كذا. قال لي خلاص امين، واتفقنا واشتغلنا والدنيا حلوه. فالشاهد في الكلام والمقصد من الفيديو ان في درج كان راكب اهو. الدرج ده كان قال لي ممكن تبص برضو عليه، لو لقيته كويس سيبه اهو ركب. فانا كانش معايا ميزان ساعتها، رحت اشتغلت في الطوب ده اتشال طبعا، وعملنا سلم تاني بفضل الله والناس استحسنوا جدا. وكل شويه الشيخ سامح هو اللي يفكرني اللي انا عملته. وده من كرمه، مش يقول لي بقى خلاص يا عم احنا عملنا الشغل وخلاص الموضوع خلص. لا، ده هو اللي كل شويه يقول لي الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا عملنا كذا. حته الخرسانه دي على فكره اتشالت، كسرتها. حتى الشيخ سامح كان بيقول لي، انا قلت له لا مش هكسرها، ورحت جاي مكسرها صراحه لان ما كانش ليها اي موقع من الاعراب. الفكره بكل بساطه، اول ما تلاقي نفسك شاكك في حاجه اسال، استشير. ممكن يكون الصناعي اللي عندك ده مش متمكن قوي في صناعته من جهه معينه، واكيد انا برضو كمان مش متمكن في كل حاجه. في حاجات انا هبقى اعمل فيديو عن الحاجات اللي انا ما اعرفش اعملها، الحاجات اللي انا ما بقدرش اعملها. ما تحركش ابدا ان انا اقول ما بعرفش، سهله جدا ان اقول ما اعرفش. وفي اخر الفيديو انا بتكلم بصوتي مش بسجل، لا ده كان صوت مباشر للموقف نفسه، ازاي تستلم السلم. شويه الهدر بتوع الاسمنت والطوب دول ربنا يعوض على الشيخ سامح بقى. ضريبه المجد بقى بسم الله ما شاء الله. لما اروح ان شاء الله هصور الشغل بدأ يظهر. تقفل الحته اللي فوق، كنت خلصت المدخل بتاعت السرير دي طبعا. برضه المدخل ده كانت اتفك تاني ورفر، وانا بقى المدخل ده كمان كان مفكوك. رحت لقيته عالي جدا،
وعالي لدرجة انه بقى يعني عالي في الشارع. عملنا هنا طبعا شوية حاجات كده انا والشيخ سامح عارفينها، وبفضل الله طلع بالمنظر الجميل ده. وكمان تحت البوابة الدرجة الأخيرة تحت البوابة بنص سنتي، وده تحدي يعني الناس كتير انك تبقى انت. انا واكل من القايم الاخير لان القوايم كان فيها مقاسات مختلفة، وطلعت شغال على اساس ان المقاسات دي مظبوطة، ودي غلطة مني برضو يعني. بس الحمد لله تداركناها واكلنا من القايم الاخير، لان الدرجة الاخيرة كمان ايه عرضها 63 سنتي 4 سنتي. بفضل ربنا طبعا، مش بفضل اي حد خالص ولا حتى انا، ركبت الحاجة دي لوحدي بفضل الله، مجهود فردي خالص. الدرج ده طبعا تنفيذي انا. كنا خلاص بقى الحمد لله ربنا اكرمنا وايه، وفكينا كل الشغل اللي كان مش مظبوط. الدرج ده كان طالع قدام، كانوا 11 درجة خليتهم 9. بفضل ربنا الدرج نظيف، من مش بركب بجبس. وهنا في لطيفة جميلة يعني، دي خرزانة ملفوفة ومتصنفرة، ودي المتصنفرة بتاعت غيري، ماليش دعوة بغيري. الشيخ سامح جاب لي الشغل يعني سنافر سكوتشات، أربع سكوتشات على الناشف. لأي حد يطلبها يقول أنا عايز 4 سكوتشات في علبة بتوع بعض كده بشكلها دايموند، مش شرط صغيرة. شغل على الناشف. ال4 سكوتشات دول بفضل ربنا زي ما حضراتكم شايفين، ده مش شمع، ده مش بولش، ده مش أي حاجة غير إن هي متصنفرة بالسكوتش. طبعا قعدت اركز بقى على الشغل القارن اللي معمول. انت بتصنفر وبتشطف وبتعمل، المفروض ان انت بتبقى بتتقن شغلك للاخر. لا ما عنديش. سبحان الله، وفي خلقه شؤون. عمال طبعا كان التصوير ده كان، والارضيه لسه ما ركبتش. الارضيه ديت الرخام اللي بينه وبين بعضه ده اسود اسواني، يكاد يكون اسود جالاكسي. الخامه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تكاد تكون اسود جالاكسي. يعني الفص مش هربان خالص في الفص اسود اسواني، ده يكاد يكون اسود جالاكسي، بس يعني ايه في عروق بسم الله ما شاء الله. هنا كنت طبعا ايه، وطلعت على القوايم القديمه وعملت الميل بتاعي ووصلت الدرجه دي، وطلعت ايه اقل نص سنتي من باب الشقه. ولو طلعت عالي سنتي او 2 سنتي مفيش مشكله، ولو طلعت اوطى من الشقه 2 سنتي 3 سنتي مفيش اي مشكله، لان في حاجه اسمها عتبه على باب الشقه بتكون بتخانه. وهنا برضو كان في لطيفه جميله قوي. الارضيه دي كل الناس كانت بتدرب منى هنا، بتاع السيراميك بتاع المحاره بتاع عملوا كتله كبيره عاليه جدا. طب انا بقول لنفسي ايه ده، ازاي تعملوا كده يا جماعه، ما برضو لازم ننظف بعد شغلنا. فوالله كلفتني يوم ان انا بشيل الاسمنت القديم اللي مرمي ده، والحمد لله ربنا وفقني وكده. شوف المستوى اللي انا دلوقتي شغال عليه هنا اهو قد ايه. ده المستوى اللي كان قبلي. طب انا طالع هنا اهو وبقول ان انا مش ههبط في خرسانه، وعمر ما هتقابلني خرسانه، ولو قابلتني خرسانه اكسرها. تعالى بص قرب هنا كده، ده انا كده على الدرجه الثانيه، انا ما بستخدمش جبس. بص على الميل بتاع الميزان، تلت والتلتين يعني نص سنتي شرب، يعني ان الميه هتنزل كده. تمام. طيب نحط الميزان هنا كده. السلم ده اسمه سلم طاير. تمام. لازم ده يبقى عالي، ده يبقى عالي وده واطي، بحيث ان لما اكب ميه، وانا مش لما اعمل سلم اقول للزبون لا انت ما تسيقش بالميه، انت تسيق بشرشوبه. لا، ده انا بعمل السلم اي حد يجي على باله يفتح الخرطوم كده ما يبهدلش الدنيا. انا دلوقتي هوري لك، هكب ميه على السلم اللي راكب ده، الميه هتعمل ايه؟ هتنزل من هنا كده او كده. ده الصح. انا عامل سلم عشان انا لما اجي اكب ميه او اغسل او اعمل اي حاجه الميه تنزل كده. الله يسهله، راجل صناعي راجل محترم. بس اللي هو كان عامله الدرجه كانت هنا اهي بقت هنا اهي، الدرجه كانت هنا اهي بقت هنا اهي، الدرجه كانت هنا اهي بقت هنا، هتبقى كده. وانا طالع لقيت خرسانه اكسر امها، اكسرها. ما انا جاي اعمل ايه؟ وانا دلوقتي انا شغال اهو. عارف انا هقابل ايه؟ طبعا عارف من خبرتي، سنين عدت. نشوف بقى الميه اللي هتترمي هنا عشان ما نبقاش كدابين ونفتري على الناس. الله يسهل ايه العباد. دي ميه اهي،
الميه هتقف. لا سيبك من الميه اللي انا بكره بسرعه. في وقت دلوقتي هيعدي علينا الميه دلوقتي هتبان. اصبر عليا بس عشان الميه ايه تكون راجعه. لا الميه هتهدى خالص. الميه هتهدى خالص. هنا شوف هنا بس شوف هنا ما ماشي الميه بالراحه خالص اهو. الميه بتنزل المفروض تنزل فين؟ والمفروض انت بترميها جوه كده ما بتروحش لان الواطي هنا. بص الميه هتبدا تنزل من هنا وتحت الميه تنزل من هنا. وبعد ما اخلص خالص وعلي كده. وبعد ما اخلص خالص والميه تقف الاقي الميه واقفه هنا. كده هنا عند القايم. ده انا كنت بركب سلم. لما افتح لك بس اديك هنشوف دلوقتي حالا الميه مستحيل اهو. اهو على كده اهي. على كده اهي. اهو. مطرطش اهو. اهو. بس سايق اهو. سايق براحتك اهو. تنزل على الطياره مبلول. لازم تحط عليها ميه. مش عايزين حاجه ميه. انا عاوز حاجه ميه. لازم انا اعمل صار. وبعد ما اعمل لها برضه الميه تمشي فين؟ الحته اللي انا قلت لها تمشي فين. عمرها ما هتتبان. لكن ايه؟ اهو. هروح هنا اهو. كنت ما فهمت. ما تنزلش من بره برضه. اهو شوف هتكون فين؟ اظن كده بقى.